سلام البنات، من أحسن ما جربت هذه الوصفة هذه مقروط السنيوة أو قلب البقلاوة. سموه كيما تحبوا، المهم أنه سهل وبنين وكذلك يخرج كمية كبيرة وما فيش مقادير بزاف. تبعوا هنا معايا المقادير. ما تنسوش تخلوا لايك. هنا عندي 4 كيلات سميد رطب، يعني السميد اللي نخدموا به. وعندي هنا نصف كأس فرينة، وعندي هنايا الغرس انا كنت فورته وضفت له ملعقه سمن، شويه تاع ماء الزهر، شويه تاع كاوكاو كانت متوفره عندي. وعجنته جيدا حتى اصبح طري كما كنت تلاحظوا. وعندي هنا نصف كأس عسل، العسل يعني اللي خدمته في البيت. وعندي هنا ملعقه بيكربونات، وعندي ملعقه ملح، ملعقه صغيره ملح. وعندي هنايا السمن، لازم ديروه بالسمن باش يجي مبسس مليح. نبداو هنايا في الطريقه. عندي نصف كأس تاع فرينه مغربله، راح نضيف لها السميد اللي كنت حكيت عليه، اللي قلت لكم لازم يكون رطب. 4 كيلات سميد، انا كيلت بهذا الكاس تاع 240 مليلتر. وانتم اي كيله تحبوا تكيلوا بها. وهنا عندي نصف كأس تاع العسل او الشاربات اللي كنت خدمتها من قبل. نحيت منها نصف كأس وضفته في العجينة باش يعطيني للعجينة احمرار وتكون كذلك طرية. وهنا عندي السمن اللي كنت ذوبته. شوفوا الكمية اللي تحصلت عليها، أنا ضفت لها الكمية الباقية، ضفت عليها الزيت. شوفوا هنايا كمية الزيت أنا يعني درت بزيادة، حتى شفتو ساح شوية، معليش. المهم هنا كل ما كثرتي شوية الزيت والسمن راح يجيك مبسس أكثر. شوفي هنا المرحلة هذه مهمة جدا، أنك تدخلي المكونات كلها في بعضها، وكذلك تحكي السميد باش السمن يدخل فيه جيدا ويتجانس السميد مع السمن مع الزيت. البنات ما تنسوش تحطوا لايك، لأن هذه الوصفة من بين الوصفات يعني اللي جربتها وعجبتني، وكذلك تستاهل الجامات من عندكم. واللي كنتي دخلتي جديدة نتمنى تخلي لي اشتراك وتخلي لي لايك وتخلي لي تعليق مشجع. شوفوا البنات، هنا أنا بعد ما بسستها أنا ضفت نصف كأس تاع ماء عادي من الحنفية، وضفت عليه البقية ضفتها ماء الزهر. وهنا نضيف ونبسس حتى ندخل كمية الماء يعني في السميد. ما مالفين نديروا القلب اللوز، ندخلوا بشوية فقط حتى نحسوا العجينة أصبحت يعني طرية ومتماسكة. وبعدها راح نقسم العجين هذا، نقسمه على 2. شوفوا البنات، انا خليت هذا النصف هذا تاع الكاس باش من بعد كي نخليها تريح نضيفوا للعجينه باش نعجنوا بها. شوفوا هنا انا خليتها ترتاح، وبعدها بعد 10 دقائق انا رجعت ليها. انا غطيتها طبعا، وبعد 10 دقائق رجعت ليها، ضفت لها كميه الماء وماء الزهر المتبقيه اللي هي تقريبا ربع كأس. شوفوا هنا مش نعجن فيها، انا نحاول انني ندخل كل الماء اللي ضفته وماء الزهر باش تكون متماسكه ونقدر نتحكم فيها. انا قسمت العجينه على 2 اجزاء. جزء وضعته في الاسفل، ووضعت كميه تاع الغرس اللي عندي اللي كنت عجنته جيدا وفورته، وضفت له شويه تاع كاوكاو. اذا كان ما عندكش كاوكاو اكيد يعني لك الاختيار، ما تضيفيش عادي، تقدر تضيفي في مكانه جلجلان او اي شيء. المهم انك تنكهيه. وبعدها ضفت الكميه تاع العجينه المتبقيه فوق الغرز وبسطتهم على الصينيه. وهنا انا ضفت نصف كأس تاع الشاربات اللي كنت عملتها. راح تليسين تاع العجينه، هذا السر تاع الاحمرار تاع المقروط تاع السنيوات. وهنا انا نقطع فيها على شكل مربعات. هنا القطر تاع الصينيه 30 على 35. البنات حاولوا انكم يعني تقطعوها، ولكن ما تهبطوش لتحت باش الغرس ما يتحرق لكمش. وهذه الوصفه هذه نتمنى منكم كامل تجربوها، يعني اي وحده تدخل تحب تجرب المقروط تاع السنيوه تجرب طريقتي هذه، لانها يعني ناجحه 100% وتجي بنينه وتجي طريه ومبسه. وهنا التزيين يعني اختياري، كاين اللي عندهم هذاك الطابع تاع المقروط يعني تحطيه راح يشم لك بزاف حبات، او تحبي تستعملي هذا الطابع هذا
راح ثاني كذلك يفي بالغرض. وبعد ما كملت كل الحبات، أنا يعني كان عندي كمية تاع كاوكاو، يعني درت فوق كل حبة نصف حبة تاع كاوكاو. إذا كان عندك الطيب أو القرنفل تقدري تزيني به. المهم أنا هنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 درجة، راح نوضعها تطيب من الأسفل حتى نشوف الجوانب أحمارو، وبعدها حنشعلها من الفوق حتى تطيب، نحسها كامل ولت على لون واحد، يعني كامل حمارت وكامل طابت. راح نعسلها بعسيلة يعني مصنوعة في البيت، وهي سخونة ضفت لها العسل اللي كنت خدمته. وشوفوا هنا النتيجة، أنا متأكدة راح تعجبكم البنة. جات الحبة طرية وبنينة. شوفوا كيفاه، يعني هذه الوصفة هذه تغنيكم على يعني العمل تاع كل حبة وحدها. البنات هذه الوصفة من أحسن ما جربت، يعني نتمنى منكم تجربوها، وكذلك جربوا كل وصفاتي لأنها وصفات كلها ناجحة. وأنا دائما نجرب وصفات في البيت، وكي نشوفهم ناجحين 100% أو مليار في المئة راح نحطهم لكم في القناة. وفي الآخر ما تنسوش تخلوا لي جيم، واللي دخلت أول مرة نتمنى تخلي لي اشتراك. وفي نهاية الفيديو نتمنى أن تكونوا استمتعتوا، والسلام.